بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعمل النهاردة إن شاء الله عجينة الحواوشي. معانا نص كيلو لحمة مفرومة، 3 بصلات وسط، حوالي 5-6 قرون فلفل رومي، مع شوية ورق بقدونس، معانا معلقة كبيرة من بهارات الحواوشي، نص معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة شطة حسب الرغبة، لو في أولاد ما نحط الشطة. نبدأ نعجن بإيدينا عشان تدخل كل المكونات في بعضها بالطريقة دي. تبقى ترتاح شوية التلاجة. بعد كده نبتدي بعيش يكون طازة طري، نبتدي نحط كمية في قلب الرغيف ونسويها بإيدينا، ومكترش اللحمة، منعملش سمكها تخين عشان تستوي على النار. أنا هعملها في طاسة على النار إن شاء الله النهاردة. نعمل كل كمية في الرغيفة ونجهزها على التسوية. لو حبينا ان يكون الحواوشي مقرمش من بره واخد العيش طعم حدوقية، بنجيب طبق صغير فيه شوية مية بملح، نرش كده على الرغيف من بره قبل ما نحطه في طاسة فيها معلقة زيت سخنة جدا، ننزل بالحواوشي، بس نخلي النار وسط عشان اللحمة تستوي. بعد كده نقلبه على الناحية التانية، بيبقى بالمنظر ده، مستوي من جوه والعيش محمر من بره ومقرمش.